ايوه انت هتفرق، فما تستهونش باي حاجه انت بتعملها. ما تستهونش بتبرع كده يكون مهما كان بسيط وتقول هو هيفرق في ايه وسط الدمار اللي حاصل ده. لا، هيفرق. قد يكون التبرع البسيط ده يكون تمن شاش يوقف نزيف حد، او كمان تمن برشامه تسكن الم حد موجوع. فما تستهونش بالتبرع اللي انت بتعمله ده، وما تستهونش بدعاء تدعيه من قلبك وتقول يعني هو ان الدعاء ده اللي هيفرق. هيفرق، لانه محدش عارف ربنا هيستجيب لمين، محدش عارف يستجيب امتى. فممكن يكون دعوه صادقه كده في وقت انت مكسور فيه ربنا يستجيب لك. فما تستهونش بدعائك، دعائك هيفرق. وما تستهونش بشير انت بتعمله كده على الفيسبوك ولا انستجرام وتقول ما هو الناس كلها بتشير يعني مش لازم انا اكمل اشير. لا، هيفرق، لان الناس كلها بتتعدي من بعض. يا هنفضل كلنا مكملين وبتشير ومصحيين القضيه في قلوبنا، يا مع الوقت هيبتدي يتنسي، وده هم طبعا اللي عايزينه. فما تستهونش بالشير اللي انت بتعمله. وما تستهونش كمان بالمقاطعه وتقول ما هو الناس كلها مقاطعه يعني جت عليا انا الحاجه اللي هشتريها دي. لان الفكره هنا مش فكره مقاطعه وفكره يخسروا، هي فكره مسج بتوصلها لنفسك قبل ما توصلها للناس، ان احنا عندنا بديل مصري وبديل عربي، فاحنا مش محتاجينكم. وفي يوم من الايام هنبقى احنا اللي بننتج واحنا اقوى، مش مذلولين لحد ببضايعه. فما تستهونش بحته مقاطعه. وما تستهونش كمان بان انت تنجح، ودي حته مهمه جدا. تنجح في الحته اللي انت محطوط فيها، تنجح في دراستك او في شغلك او ام في تربيه ولادها. دي الحاجه اللي في ايدك النهارده، ودي اللي هتتسال عليها انت عملت فيها ايه. دي اللي في ايدينا، لانه الاصل اللي بيتحكم في العالم كله حد يكون قوي. طب والقوي ده هو اللي صوته مسموع. فمحتاجين ننجح عشان يبقى صوتنا مسموع ولينا كلمه. فما تستهونش بنجاحك في شغلك. وكل واحد فينا يقدر كده على قد ما يقدر، زي ما قلنا 5 حاجات كده ببساطه جدا: شير ومقاطعه ودعاء وتبرع ونجاح في شغل. قد يكون دي الحاجات اللي في ايدينا اللي احنا نساعد بيهم اهلنا.